الفيلم ديالي الا قارنتيه مع فيلم امريكي فهو ضعيف جدا. علاش؟ لان الامكانيات ضعيفه. راك شتي حتى الفنانه قلال، يعني كان ممكن هذاك الفيلم يدار بواحد القدر كبير ديال الفلوس. ورغم ذلك فالجمهور المغربي اللي جميل فيه هو انه قدر الموقف وعارف بان الامكانيات وزاد شجع الفيلم. والناس دابا الان كانت ما بقيتش كنقدر كاع نمشي في الزنقه بحال الله بان سعيد الناصري بحال كانت واحد العوده من جديد، بحال شافوا سعيد الناصري واحد اخر او لا. يعني واحد الاحساس هو اللي كنت حسيت به من يلاه اول مره درت البانديه. ما تقدر تصور يلاه قطعت مع سميتو مع بوبكر، مع رفيق بوبكر فرحان. تصور ان رفيق بوبكر فرحان، رفيق اللي ما كيفرحش بزاف ديما منير به وديما لا ديما ما كيكونش مقتنع. هذه اول مره تنشوفوا انه مقتنع. هذه دارها مني عاود درنا الفيلم لافون بروميير كيعيط ليا وتيبكي عيني مدمعين. قال لي راه انا فرحان انني خدمت معاك وخدمنا اونصومبل وفرحان انني اديت ذاك الدور بديك الطريقه. فالناس حبوه تبارك الله عليهم وهما كيحبوه ديجا وزادوا الحب ديالهم ليه. فكذلك عبد الحق بن المجاد كيعيط ليا يوميا، كيصيفط لي رسائل يوميا فرحان بداك الشيء اللي فقلت لهم راه شوف راه العمل جاد، راه غادي المغاربه غادي يصفقوا ليه وغادي يشجعوه. فواخا نقول لي قلت انا باش نقرب لهم الفيلم قربوا الجمهور للجمهور. يعني اللي ما عارفش يقول اللي عارف. الحمد لله الان وصلنا ل 9 مليون ديال المشاهده في ظرف 3 ايام او 4 ايام. فهذه طونداس تلاقينا في الاولى وكنا الاولى جوج اثنين وعاود ولينا واحد وعاود رجعنا عاوتاني ثلاثه وعاود رجعنا جوج وعاود رجعنا واحد. وهذه القضيه في العالم اول فيلم سينمائي في العالم تيطلع طوندونس، لان الفيلم صعيب باش يطلع طوندونس لانه طويل. اما اللي كيطلعوا طوندونس هما الاغاني، هما مثلا بعض المقاطع، بعض الكلمات، بعض السكيتشات. لكن فيلم ديال ساعتين الا ربع يطلع طوندونس في العالم كله ما كايناش. يعني انا على حسب المعرفه ديالي، الا كانت شي حاجه ما شفتهاش الله اعلم. بالنسبه كنا 27 طوندونس في العالم يعني في العالم العربي كنا تقريبا وصلنا ل 19 او ل 20 طوندونس. هذه شيء في النهار الثاني. وهذا بفضل من؟ بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجمهور المغربي. الجمهور المغربي انا الان طمأنيت. انا كان واحد الوقيته بديت كنحس بحال رانا بوحدي، رغم يعني الناس كيشجعوك وديرك وكنت نقول واش نزعم واش ندير واش ما نديرش، خصوصا ملي كيتسدوا عليك بيبان من جهه اخرى وداك الشيء. لكن الان المغاربه بينوا لي بان الفنان المغربي راه ماشي بوحده، وانه الا كان جاد راه مع الناس، وخصوصا الناس حقوقيين هضروا معايا، الناس اللي يعني عندهم اسمائهم يعني وتكلموا وشكروا الفيلم. منهم سي مهداوي مؤخرا شيد بالفيلم وتكلم على سعيد الناصري. هذا يفرحني. صحفيين كبار هضروا على الفيلم، اتصلوا بي في التليفون، نقاد يعني وكريم تبارك الله عليه راكم كتعرفوه الناقد السينمائي، كتب عليه ملي شافوا في السينما وهضر عليا وحط اسم سعيد الناصري حدا سميت سكورسيزي. يعني شي حاجه اللي كتفرح القلب. فهذا شيء جميل. الاتصالات من الولايات المتحده، من الحمد لله في العالم كله، خارج داخل فرنسا بلجيكا هولندا، راه التليفون ما وقفش. بحال الا كاين شي عرس او شي حاجه زعما انا شوفوا هو بالحقيقه انا اللي محتاج الجمهور، ماشي الجمهور اللي محتاج ليا. الجمهور الحمد لله كاينه ان ديفيرسيتي، كاين عنده ما يشوف، عنده ما كاين الحمد لله فنانه شباب طالعين مزيان، وهذا خاص غير اعمال جاده. الجمهور المغربي احنا محتاجين ليه اكثر ما هو محتاج لينا. يعني عنده ما يشوف، الا ما عجبوش شي حاجه في المغرب راه يمشي يشوف فيلم هندي ولا يشوف فيلم مصري ولا فيلم امريكي ولا. لكن هو تيفرح للفيلم المغربي. الجمهور المغربي تيقول لك انا بغيت نشوف شي حاجه ديالي اللي كنحس براسي فيها. فالانسان ملي تيوجد نفسه في شي عمل فني، وانا اعمالي كلها يعني منبثقه تقريبا من الواقع. فمثلا هذا الفيلم الاخير ديال نايضه تصور في كارير ديال رحامنا. انا فرحان لانه الان غادي يبداو يحولوهم صافي بليزير. كعائلات كانت تعيش في ظروف صعبه، يعني تحت القادوس ديال الحاجات ديال الصرف الصحي، ظروفهم صعبه، وشباب تبارك الله ناضج. ورغم هادشي كله، رغم المجهودات اللي دارهم صاحب الجلاله الله ينصرو، انه دار تماك واحد 25 سونتر ديال التكوين وديال ديال المسرح وديال التعليم. وكان سيدنا كيمشي برجول عندهم، كيمشي يشوفهم تما وكيدور في الليل، كيمشي كيعاودوا لي. قال لك صاحب الجلاله كان كيمشي بالليل، انا ما نقدرش نمشي لسيدي مومن بالليل. صاحب الجلاله كيمشي وكيضرب دوره تما وكيشوف ولاد سيدي مومن. من نهار وقعت ديك الواقعه هو حاضب هذا. فهذا هو السبب بعدا اللي خلاني انني نهتم بسيدي مومن. اهتمام صاحب الجلاله بهذه المنطقه هذه هو اللي خلاني. فمني جيت انايا لقيت ان كاين واحد الوعي ناضج، واحد الوطنيه كبيره جدا، واحد الحب لصاحب الجلاله كبير. راك الا لاحظتي في واحد الحلقه، واحد اللقطه، كتكون الصوره ديال صاحب الجلاله. هذيك الصوره راه ماشي راه هما اللي جاو علقوها. قالوا لي غتكاد في بيت اخر، وقالوا لي لا خصك ديرها في هذا البيت اللي غتصور فيه.
وجات الفكره كانت جميله، فكره ديال ولاد سيدي مومن. قال لك حنا نحب ملكنا وخاص هذيك اعطي واحد زعما واحد، يعني اش غنقول لك، يعني واحد الجو ديال الوطنيه وديال الحب كاين عند هذوك الوليدات ديال سيدي مومن ما يتصورش. فكانت فرحه عارمه وتعاونوا معنا. تصور رغم الفقر ديالهم، رغم ما عندهمش، يطيبوا لينا، يوكلونا المسمن، يجيبوا سكسو، يدخلوا كندخلوا ديالهم ونخرجوا بحال زعما بواحد، ورغم الامكانيات الضعيفه اللي عندهم، يعني ناس اللي يستحقوا انهم يكونوا عايشين هذا. واللي زادنا هو وطنيتهم، حبهم للوطن. ديال النهضه كيتكلم على الواقع المعاش ديال المجتمع. طبعا طبعا من المجتمع طبعا. وهذا يعني حتى هو يعني الجمهور المغربي كيشوف داكشي اللي كيعيشوا شافوا في الفيلم ديالك. هذا حتى هو جانب من طبعا هذا جانب من الجوانب اللي خلى الفيلم. انا الناس اللي كيعيطوا من فرنسا ثاني. فشوف نقول لك، قلت لك المغربي، انا شوف من انا وخويا ومراته، انا وخويا ومراته نهار درت اول سيت كوم في المغرب، درت انا وخويا ومراته. كانت ملي كان كيدوز التلفزيون بحال الا لعب المنتخب المغربي مع شي حد، كانت الدنيا خاويه، انتم كنتوا واقيلا باقي صغار، ولكن كان العائله كلها كتفرج. ملي ساليت المسلسل سالا، علاش؟ لانه كان عبد الرحيم بركاش فيه معايا، كانت توريا العلوي، خاتمه العلوي، جبيع، كانوا ناس، كانوا شباب حتى هما. وقيته كنا شباب، وانا يلاه بادي زعما. ولقاو فيك انا وخويا ومراته، لقاو شخصيات مغربيه ولونجاج مغربي وحوار مغربي قريب ليهم، ما كاينش داك الحوار المصطنع، فحبوه. من يحبوه يعني لقاو حتى المشاكل اللي تكلمنا عليها والمواقف اللي هضرنا عليها، واخا كانت كوميديا وداكشي، كانت تتلمس الواقع المغربي. فنهار مشيت انا، لا حيت ما يمكنش لك تهضر على، قال لك الفنان ابن بيئته، ما يمكنلكش تهضر على شي حاجه اللي ماشي ديالنا. راه ما يمكنش نتكلم انا، ماشي ضروري تكون الغنى او الفقر. مثلا المشاكل اللي تنشوفها في بعض المسلسلات، الحب وهذا وسميتو، كاين شي حوايج اللي كيبانوا لينا مبتذله لانها غير حقيقيه. حتى بعض خطرات الحوار تيبان لك براكيك، يعني ذاك الحوار اللي ماشي كنهضروا به ديما، بحال كتكون شي اون ايميسيونال. ملي كتكون سبونطاني وكتكلم بواحد هذا، كيتسمى في الجانب السينمائي والاوديو فيزيوال اون جينيرال، خصوصا كيتسمى لو نيو رياليزم. لو نيو رياليزم هو الواقعيه في السينما. كذلك ان اللي شاركوا معايا في الفيلم ولاد المنطقه، واللي كيديروا المسرح وممثلين، يعني ماشي غير زعما الدراري، ولكن ما عندهمش فرص فين يبانوا، تيخدموا غير في المسرح تما وهذا. فملي تعطاتهم فرصه عبروا على الواقع ديالهم هما نيت، وبطريقه اللي هي ساليته، ما تبحثش معاهم في لا ديريكسيون داكتور، يعني في اداره الممثل ما تبحثش معاهم. علاش؟ لانه كانوا طبيعيين، وكانوا كيهضروا من عمق ومن الاحساس، لدرجه انهم يتفرجوا في الفيلم في لا بروميير بكاو، هما تيبكيو، تيقول لك حنا صوتنا وصل. هذا هو الجانب الجميل في الفيلم، ان الواقعيه قد ما كنتي قريب من الناس قد ما تيبغيو. لا ماشي تحيد من السينما. شوف هو الفيلم يعني داز في السينما، لكن ما خداش حقه في السينما. عرفتي، كان عارف كيكونوا بعض المضايقات، كيكون هذا لا خصنا نجيبوا هذا الفيلم، خصنا، لان باقي لحد الان حنا السينما عندنا الا ما كانش فيلم فيه داك قوه التهريج وقوه هذا وهذاك، سميتو بعض الاحيان يعني قاعات كيجي فيلم اللي هو فيه التهريج وهذا، تبغى نديروا هذا، ولا ما نعرف كاينه شي حاجه ولا شي ثقافيه، انا ما عرفتش شي حوايج انا لحد الان ما فهمتهمش، يعني ما يمكنش. هما كيشوفوا الان المغربي كيفاش داير، المغربي اللي هو هذا هو الوعي الحقيقي. ها هو شاف عمل، ها هو كيشجع فيه، هو كيوزعه. تصور الناس كتعيط تقول سي ناصر انا راه وزعته، فرحانين، ما كاين غير لي لايك الناس في الزنقه تقول تبارك الله. اذا هذا راه الجمهور عارف اش باغي، علاش انت غادي تمشي تعطيه شي حاجه اللي علاش كتحقر هذا الجمهور؟ هذا راه حقره ماشي لينا حنا، حقره للجمهور المغربي، حقره للوعي الثقافي ديال المغربي مستوى عالي. وما هذه كنقولها ديما، وما بغاوش هاد الناس يعرفوا، ما بغاوش يعيقوا، والناس عاقوا كيشوفوا واش واقع، وهذا راه فاهمين كلشي عارفين، ولكن للاسف الشديد ما تيتخاضوش المسائل بجديه. سعيد العمل اللي مشى للسينما ما كيكونش على قناه ديالكم لا 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 بيان سور. شوف الفيلم الحقوق ديالو عندي، هو اللي كون دابا مثلا شريتو التلفازه، والحمد لله اللي ما خداتوش، لان كون خداتو غادا تشدو الطوي ولا تقطعوا بالمقص وديروها سميتو. فكان ممكن اننا نبيعوا التلفازات اخرى مثلا اجنبيه او لا محطات اجنبيه، ممكن نبيعوا يمشي الفيلم حتى ل 150 مليون 120 مليون، انني نقدر نبيعه. لكن للاسف الشديد باش تبيعوا يعني لهذوك الناس الفيلم ديالك بحال الا كتبيع اسرار، ماشي اسرار بلادك، وانما كنقولوا يعني حريره بلادي غادي نبيعها، او لا افكار بلادي غنبيعها للاجانب. لا، انا فضلت ان الله ينعلبوا الفلوس كنقولها،
فضلت ان اولاد بلادي يشوفوه ولو الفابور، ولكن يشوفوا، ولكن الحمد لله ماشي فابور، لان راه كون شويه كيجي من اليوتيوب، شويه القناه غادا تطلع. الهدف ديالنا ان شاء الله نطلعوا القناه، واخا داك الشيء قليل وما هذا ما كافي شيء، ولكن على الاقل كتحس بديك داك السنتيم اللي تعطيك يوتيوب راه فيه البركه، البركه ديال من ديال المغاربه. كيف التواصل ديالك مع الجمهور؟ بيان سور انا في عمري كنت نحلم يكون عندي انايا 8 المليون ونص ولا 9 المليون ديال المشاهده في ظرف 3 ايام. ما كنحلمش بها، كذب عليك، ما كنتش منتظرها. شكون اللي كيحلم انك واحد سميتو الان حتى القضيه ديال الاشتراك طلعت، يعني الناس بدات كتشترك، وحنا دابا وصلنا دابا ل 2 المليون ديال المشتركين. ومن خلال هذا المنبر بغيت نشرح لهم راه كيمشيو للقناه ديال اليوتيوب ديال سعيد الناصري وتلقاو فيها ابوني وتلقاو الجرس، خصهم يوركوا على هذه وعلى هذه صافي باش يدوزوا. حيت كاين اللي مسكين تيعيط في التليفون وتيقول لك ولا كيقول لك ولا كيدير في التعليق تيقول لك وكيفاش غندير السي سعيد. يعني صافي بليزير، هذا الشيء هذا بوحدو بالنسبه لي انا غنى. اقسم لك بالله العلي العظيم الى ادمعت عيناي ملي كنشوف، ملي كنفيق الصباح وتنقلب تنلقى 1 مليون دازت، او ما تنصدقش راسي. والناس كتعيط كتقول لك رانا درت ورانا في الزنقه، تيقول لي راه جي بارطاجي يا سعيد. يعني صافي بليزير. كبير اللي كنت وكذلك هذا العمل. انا نقول لك الحب الكبير اولا للعمل، لان العمل كان ديالهم. انا سعيد انني ندير شي حاجه اللي تعجبهم، لانهم هما اللي صنعوا سعيد الناصري. فالجمهور المغربي هو اللي صنع سعيد الناصري. سعيد الناصري لا شيء، جاب كيبقى بحال عدد كبير ديال الفنانين اللي كيجيو بساط، وواحد الوقيته كيوليو ديفودات وتيوليو من نجوم وكيوليو مشتهرين ومعروفين. وهذا انا الحمد لله سعيد ان هذا الجمهور اللي كان دائما تيقطع التيكي ديالو كيدخل يتفرج في سعيد الناصري، اللي كيشجع سعيد الناصري. ملي كنمشي للخارج نفس الشيء، وكيرحبوا بينا كيتهلاو فينا، فهذا شيء يعني ما عندوش ثمن. فاللي زاد فرحني انا هو حب الله عز وجل، لان الله سبحانه وتعالى اذا احبك حبب فيك خلقه. وكنشوف ان حب الناس هو من حب الله، لانه واخا تقدر يعجبهم عمل، ولكن سعيد الناصري يقدر ما يعجبهمش، ولكن ملي كيبغيوك راه اي عمل غتقدموا لهم غادي يشجعوك عليه، وبعض الخطرات يسامحوا لك. وهذه الكلمه كانت قالت انا مع نعيمه سامح الله يقعد وساد ديالها، لانها مسكينه عيانه. كانت قالت لي السي سعيد، قلت لها كنا كنضحكوا انا وياها، قلت لها راه الجمهور الا بقينا بحال هكذا، قالت لي شوف سعيد، الجمهور الا كان تيحبك تيغفر لك وتيسامح لك، واخا تغلط كيبقى يسامح لك وتيلقى لك اعذار. ولان الجمهور هو مصدر المعاش ديال الفنان، المعاش لا المعنوي ولا المادي. يعني انا نصير مثلا ما عندي لا فلوس لا والو، غادي نمشي ندير سهره كلشي غيتضامن معايا، غيقطع ب 20 درهم ولا 100 درهم ولا 200 درهم وغيدخل. كاين ناس اللي بحال دابا مثلا حنا عندنا ليله نجوم الشاشه ان شاء الله غادي تكون السي الخلفي الله يقعد الوساد ديالو، بغينا نعاونوه ان شاء الله وغنديروا له تكريم كبير. فالان الناس كتعيط تقول لك واش يمكن لي نشارك. انا عرضت عليهم قلت لهم زعما الشركات هما اللي يشريوا لي طابل وهذا، فكيعيطوا ناس عاديين تيقول لك واش يمكن لي نساهم، واش يمكن لي نعاون. تنقول لهم ودي حنا راه ما بغيناش نبينوا له انها راه كنصدقوا عليه ولا شي حاجه، هذا فنان كبير، والهدف هو اننا نبينوا له الحب ديال الناس والتعامل معاه باش يقدر يحس معنويا انه بخير. وبغينا نديروا حفل كبير اللي غادي ان شاء الله نعاونوه ياخذ ابارتمون ولا ياخذ شي حاجه فين نصونوا الكرامه ديال هذا الفنان، لانه كان مسكين غتقطع عليه رجلو. والحمد لله الان الكلينيك يعني داروا واحد المجهود باش يسرحوا له العروق ديال رجيلاته. وانا سعيد انني نكون خدام ديال هذا الراجل، لان انا كنمشي تقريبا عنده يوميا، ومني ما تنعيط له ما كنجيش تيقول لي حرام عليك اخويا سعيد. يعني كنتمنى من الله يدعيو مع الناس باش يصحي ان شاء الله، ولا مازال في الصحه. فكتشوف التضامن ديال المغاربه، وهذا التضامن كنظن ما تلقاهش شي بلاد اخرى الا في المغرب. يعني تضامن الملك والشعب، يعني ما نظنش كاين في شي بلاد اخرى، ما نظنش، انا ما يمكنش. واش كاين شي تواصل مع الجهات الامنيه والناس المعنيين؟ لا ما كاين حتى شي تواصل. شوف حنا ما تنتكلموش على اشخاص معينه. الفيلم ما تنهضروش مثلا على واحد الشخص معين ولا على فلان ولا حنا كنهضروا على الحكومه اللي هي حكومه فاسده، تقدر تكون اللي جايه ولا هذه ولا اللي قبل منها ولا المهم. حنا كنهضروا على ذاك المنتخب الذي لا يحترم الوعود ديالو. حنا كنتكلموا بصفه عامه على وحده. هذا من كنهضروا مثلا على حكومه، راه ماشي الحكومه كلها كتكون مثلا كاينين الناس اشخاص اللي باغيين يخدموا، وكيكونوا بعض الخطات غير الا كانوا غير جوج ولا ثلاثه في شي فريق راه تيخرجوا على ذاك الفريق. حتى في الكره الا كان غير جوج لعابه ما كيكونوش في المستوى، راه الجمهور كيتسخط وتيقول لك علاش واخا يكونوا اللعابه الاخرين مزيانين، انا تعطيتها توصل تعطيه الكره وما ماركيها شيء، اولا بالعاني تيغش اولا هذا. اما من الناحيه السياسيه حتى نعرفوا كاين الناس فاسدين، كاين الناس راهم في الحبس دابا، كاين اللي متابع، كاين اللي مشدود. يعني لا شتي تبارك الله الخير كاين، راه الناس معتقلين. يعني هذا تيبين على ان كاين واحد النوع من الفساد. حنا كنحاربوا هذا الفساد، حنا بغينا بلاد، بغينا وطن جميل
الناس فيه مزيانين، كلشي يعيش مزيان، كلشي يكون ساكن، كلشي يكون المغاربه ما باغينش بزاف. الان غادي نحط الاعمال ديالي كيف ما تنحطها كل سنه، وغادي نشوف هاد الناس اللي كانوا كيقولوا لسعيد الناصري ما يدوش في التلفزيون لانه ما بقاش في يدو او ما بقاش يقدر يعطي او الاعمال ديالو غير صالحه. حنا عطيناهم الدليل ان الاعمال صالحه، يعني غادي نحطوا الاعمال ديالنا ونشوف واش غيقبلوه ولا لا. انا غنحطوا مشروع ديال عبدو عند المارينيين اللي هو مشروع تيهضر على الهويه التاريخ المغربي وتيهضر على المغرب في واحد الحقبه معينه، واللي تيتكلم على الفساد الاداري في ذاك الوقت، كيفاش كان وكيفاش كان كيتصلح وكيفاش كانوا الناس هذا وكيفاش كانت يعني في عهد ابو عينه الماريني وابن الخطيب، والناس كيعرفوا تاريخهم يعني بحال كيما في تاريخ الموحدين. وفيلم كوميدي يجمع بين الكوميديا والجديه والتراجيديا، يعني فيلم اللي غيكون في مستوى عالي وغيكونوا فيه ممثلين كبار. غير هو بحال هذه الافلام هذه تحتاج امكانيات كبيره جدا، يعني الخيل، الديكور، اللباس، يعني عمل ضخم. فلا ما كانش دعم ما يمكنش نديرو. ملي كيكون عمل اللي هو معتمد غير على مسائل مودرن، كتقدر تطلب سميتو طوموبيل، تقدر واحد يعاونك بموتور، واحد يعاونك، يقدر واحد الحوايج ما كاينش مشكل. اما ملي كيكون فيلم تاريخي ما يمكنش. الخيل يقدروا يعطيوك عود، ولكن اللباس وداك الشيء تيكون شويه صعيب. سي سعيد، هذا هو الجديد ان شاء الله اللي غادي يكون مستقبلا؟ لا، كاين فيلم ان شاء الله غيخرج اللي هو فيلم الاخر هو انا، هو فيلم كوميدي بسيط درناه في فاس، تيهضر على تجاره الاطفال والتجاره ديال البشر، وهذا الشيء اللي كنشوفوا ديال هذا التجاره في البشر اللي هما التجاره في الاطفال، واللي كيستغلوا النساء العازبات، سيرتو الام العازبه كيستغلوها شي وحدين وكيتكرفسوا لها على وليداتها ولا يسرقوا لها ولدها ولا هذا الشيء. شفنا قضايا في فاس وتا هي من الواقع اللي عاشوه الناس في فاس هذه الايام الاخيره. درت عليه الفيلم، درنا هذا الفيلم عليه وكيفاش العواقب ديال هاد ملي كيفرقوا عائله، يعني كيخطفوا دري وخوته ما كيعرفوش وهذا. يعني فكره بسيطه ولكن عندها معنى وعمق. فيها رسائل. طبعا انا ما يمكنش ندير شي حاجه هكذا. انا ما شوف الله سبحانه وتعالى يعطيك واحد الموهبه ما تعطيهاش لك هكا، وهذه تنقولها كاع الفنانه، لان اي فنان سواء في الغناء والموسيقى او الله سبحانه وتعالى كيزرع فيك واحد الموهبه وتعطيها لك اللي كتختلف فيها على الناس واللي تقدر توصل بها للناس، راه عندك فيها رساله. راه ما يمكنش، لان الله ما يزرعش فيك شي حاجه غير هكا، وانت هذيك الهوايه شوف كيفاش غتستعملها، واش غتستعملها فيما يرضي الله وفي مصلحه الشعب وفي مصلحه الوطن ديالك ومصلحه البلاد ديالك، ولا غتستعملها عكس ذلك. داك الشيء هذا هو الفرق ما بين الذكاء وما بين لا بغيتي تقول الخبث او التحرميات. كيكون شي واحد ذكي كيستعمل الذكاء فيما يرضي الله، وكاين اللي كيستعمل الذكاء ديالو في التحرميات. يعني سعيد، رساله للجمهور المغربي اللي كيحبك وكيتبع الاعمال ديالك وكيتسنى منك رساله وانني كنشكرهم الشكر الجزيل انهم احياوا فيا ديك الروح، رغم انني الان كبرت شويه، ولكن بحال الا كنرجع بحال الله عندي 27 عام ولا 28 عام، هذا الحب اللي عشتوه هذه الايام، يعني ولو هذه الايام واخا تبقى غير هذه السيمانه ومن بعد كاع يهبط هذا الفيلم، راه شحنني السنوات اللي جايه. فكنشكرهم جزيل الشكر، لان واخا نعبر كما عبرت ما نعبرش على الحب ديالي لهم. هزوا لي القبه كيف تيقولوا، كبروا بسعيد الناصري، كبروا بالفنانه اللي معايا، وباسمهم كلهم كنشكر الجمهور المغربي. وانا كنواعدهم انني ان شاء الله غندير اعمال اللي هي في المستوى. وحتى الناس اللي ربما لقاو بعض الملاحظات وقالوا او لا حاولوا يضربوا الفيلم داكشي الله يسامحهم، حنا ما كاينش مشكل، انا تنحبهم. اللي قال الخير كنحبو، اللي قال الشر تنحبو، لان تنتمنى من الله ان خيرنا يغلب شره. ولكن ملي كتشوف الاغلبيه يعني واحد 99% معاك والله سبحانه وتعالى معنا، فانا افرح لحب الله ولحب الناس. فخا نقول اللي قلت لساني عاجز على شكر المغاربه، عاجز اقسم لك بالله الا عاجز، لان العائله ديالي كلها فرحانه، العائله الصغيره ديالي كلها فرحانه. تصور ان مرتي مره كتجي لي شوف راه درنا، بنتي كتقول لي بابا طلعنا، يعني هذا الشيء كيفرح وكتحس براسك فخور قدام صحابك وقدام عائلتك وقدام الناس اللي تيبغوك. فانا جد سعيد واشكرهم شكر جزيل لانهم خوتي ومغاربه، ونشكرهم على التضامن ديالهم، على الحب ديالهم لبلادهم لوطنهم، الغيره ديال المغاربه على بلادهم، راه ما عندها ثمن. كنشكر كل الاخوان. يعني انا شنو نقول لك، انا والله الى اول مره اجد نفسي عاجزا على الكلام.